السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. تصريح خطير من مانويل جوزيه يفاجئ به النادي الأهلي ويكشف عن خطة نارية لفوز النادي الأهلي على الزمالك في كأس السوبر الأفريقي. لو انت داعم للقناة ما تنسناش في الاشتراك والإعجاب. وفي بداية عطروا فمكم بذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل مباراة النادي الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي في المملكة العربية السعودية، فقد صرح مانويل جوزيه وألقى بتصريحات نقلتها قناة اس اس سي السعودية، وقال: دائما مباراة الديربي الذي تجمع الزمالك والأهلي تكون مثيرة، ولكن أكثر فريق أكون محظوظ أمامه هو الزمالك. فقد فزت على الزمالك في العديد من المباريات، وخصوصا المباراة السداسية مقابل هدف واحد. وسأله الصحفي: لو أنت كولر ما هي خطتك لتفوز على الزمالك؟ فقال مانويل جوزيه: أنا متابع جيد لجميع مباريات الأهلي، والأهلي يمتلك جيلا ذهبيا يفكرني بجيل أبو تريكة وبركات ووائل جمعة والحضري ومتعب وفلافيو وجilberto ومحمد شوقي. سأضع الخطة ب4-3-3، فسأغيرها في الشوط الثاني. فأنا سأبدأ بالتشكيل الأساسي: محمد شناوي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني. وفي خط الوسط سألعب بالثلاثي: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق. أما الثلاثي الهجوم سأضع بيرسي تاو وحسين الشحات، والمهاجم سيكون وسام أبو علي. أما في بداية الشوط الثاني فلا بد أن أبدأ بمجدي قفشة، لأن هذا اللاعب لابد أن يتواجد في التشكيل النادي الأهلي في تلك المباراة، ولا بد أن يكون له دور فعال لأنه محظوظ دائما أمام الزمالك، ويكون له دور فعال. وأيضا لدينا عمر كمال عبد الواحد ممكن أن يكون له دور في الشوط الثاني. وسألعب على الجانب النفسي، وسأضغط على الزمالك منذ انطلاق صفارة المباراة، وخاصة على مدافعين الزمالك الذين يخطئون عادة عندما يتم الضغط عليهم. وإذا أحرز النادي الأهلي هدفا مبكرا في بداية المباراة، سيكون هناك سكور عالي من الأهداف للنادي الأهلي في مرمى الزمالك، لأن الزمالك بينهار عندما يتم تسجيل هدف في مرماه، مثل ما حدث في المباراة الشهيرة عندما فزنا عليهم بالستة. وأتوقع فوز الأهلي على الزمالك، وسنحتفل سويا بالسوبر الأفريقي. وصلنا إلى نهاية الفيديو، ما تنسوناش تدعمونا بالاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.